في عالم الإشارات التكنيزية هناك رموز تمثل قوة الحضارات القديمة، لكن من بين جميع العلامات يظل مجسم الكرسي واحدا من أندرها وأكثرها إثارة للدهشة. فالكرسي لم يكن مجرد شكل صخري عابر، بل كان رمزا للملك، للزعيم، أو للشخص صاحب السلطة الذي ترك أثرا يدل على مكان مهم أو نقطة تجمع أو حتى موقع دفين استراتيجي كان محميا بشفرات دقيقة لا يفكها إلا المتمرسون. الكرسي هنا ليس عشوائيا، زاوية الظهر، مستوى المقعد، شكل الذراعين إن ظهروا، وحتى اتجاه الجلوس، كلها عناصر تحمل رسائل واضحة. فحضارات عديدة استخدمت الكرسي للدلالة على مكان جلوس ملكي أثناء الطقوس أو علامة على اتجاه مقبرة أو سرداب، وأحيانا كان يشير إلى مدخل مطمور يكون خلف أو تحت الكتلة نفسها. وعند النظر إلى هذا المجسم الصخري يبدو وكأنه صقن بفعل يد خبيرة تعرف تماما ماذا تفعل. التشققات، النتوءات، وطبقات التآكل الطبيعية اختلطت مع خطوط حادة توحي بأن جزءا من الصخر قد تم تعديله عمدا ليأخذ شكل مقعد واضح المعالم، وكأنه ينتظر جلوس شخص ما قبل آلاف السنين ليبدأ بعدها الطقس أو يختم السر. الكرسي التكنيزي عادة يشير إلى مكان جلوس مهم مرتبط بموقع دفين، أحد مداخل السرداب التراثي، نقطة توجيه رئيسية نحو الإشارة التالية، علامة ملكية تدل على مقام أو قبر زعيم. وكلما كان ظهر الكرسي مرتفعا وواضحا كانت القيمة التاريخية للمكان أعلى، كما أن اتجاه ظهر الكرسي غالبا ما يدل على نهاية الطريق، بينما يشير المقعد إلى بداية الفتح. هذا النوع من الصخور لا يتكرر كثيرا، وجوده بحد ذاته دليل على أن المكان يحمل قصة كبيرة وربما سرا كان مخفيا لقرون. إنه ليس مجرد حجر، إنه رسالة تركتها حضارة تخاطب من يملك الصبر والدقة والقدرة على القراءة الصحيحة. إن كانت لديك إشارة مميزة أو صورة لصخرة ذات شكل غير مألوف أو رمز يثير تساؤلك، فأدعوك لمشاركتها في التعليقات أدناه، فربما تكون إشارتك هي الموضوع الرئيس في الحلقة القادمة. أقوم شخصياً بمتابعة كل تعليق والاطلاع على جميع الصور التي يرسلها المتابعون، ويتم اختيار أبرز الإشارات لتحليلها بدقة وشرح معانيها وفق قواعد علم الرموز والتكنيز. لا تتردد، شاركنا ما لديك، فباب المشاركة مفتوح، ورحلة البحث عن الأسرار لا تكتمل إلا بتفاعلكم. ضع إشارتك الآن واترك لنا مهمة التفصيل والتحليل. مشاركتك قد تكون مفتاح اكتشاف جديد. بانتظاركم في خانة التعليقات.